ايوه يا عريفي اضرب الشيعة ما ترحمهمش. ولا صح أن السماء أمطرت دما، ولا صح أن الإبل التي أخذت من أصحاب الحسين بعد مقتله أنها تحولت إلى دماء عند نحرها، ولا صح أنهم ما رفعوا حجرا إلا ووجدوا الدم تحت، ولم يصح أن الملائكة تبكي في يوم عاشوراء كل سنة. كل هذا كذب ولا يصح، والعجب ممن يصدق مثل ذلك. ايوه صح. ايه الخرافات اللي عندكم دي يا شيعة؟ ازاي تقولوا انه السما بكت على سيدنا الحسين؟ لا ودم كمان. انتوا تجيبوا الكلام ده منين؟ تعالى يا ابني تعالى شوف، كل الكلام ده في كتبكم على فكرة. لما قتل الحسين بن علي انكسفت الشمس كسفة حتى بدت الكواكب نصف النهار حتى ظننا انها هي. عايز رواية تانية؟ اهو اتفضل. عن الزهري قال: ما رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين بن علي الا عن دم. المصيبة يقولوا فين الدليل يا شيعة؟ طب خد التالتة والتالتة ثابتة. لم ترفع حصاة ببيت المقدس الا وجد تحتها دم عبيط. طبعا الروايات دي على اقل تقدير رواتها ثقات. يجي لك ابن الحمل المستكن العريفي ويقول لك: انا مش هصدق كلامك حتى لو جبته من كتبي. يا راجل انت بتشتغلنا؟ بس لو سمع ابن عائشه انه اهتز عرش الرحمن لموت معاذ بن جبل هيقول لك فورا: ايوه الكلام ده صح الصح عشان نزل في الصحابه. بس لو قال الشيعه الكلام ده نزل في سيدنا الحسين مش هنصدق، ده كلام الشيعه دول بيهرتلوا. طب ما تيجي تسمع دي هتعجبك. أمنا عائشة تقول: والله إن حشرة في جحرها لحزنت على موت عمر. حتى الحشرة لبست اسود ودخلت معاكم في عزا عمر. وانت يا عائشة شفت الحشرة في جحرها ازاي؟ يعني دخلت هناك من غير عزومة؟ ولا لا العزا مش محتاج عزومة؟ بس دي تصدقوها على طول من غير اي سؤال عن مصدر. ايوه ضروري عشان ده ربكم اللي تعبدوه من دون الله. يا عمر بس تعالى هنا يا ابني، مش ربنا بيقول: فما بكت عليهم السماء والارض؟ يعني في ناس السماء بتبكي عليهم. الحسين عليه السلام بكى عليه جده رسول الله صلى الله عليه واله، فقال لي حاجه انه السماء تبكي عليه. قال له: قول لي يا عريفي مش ده كلامك وانت قلته قبل كده؟ سئل ابن عباس: هل تبكي السماء على ميت وهل تبكي الارض؟ فقال: ان لكل عبد موضع يصلي فيه وله موضع في السماء يصعد من خلاله عمله. قال: فاذا مات المؤمن فتبكي الارض على فراقه وتبكي السماء على فراقه. اما العبد الفاسق والفاجر ما عنده عمل لاجل ان يصعد من السماء وتبكي عليه الارض. فقال الله: فما بكت عليهم السماء والارض. يخرب بيتك يا ناصبي، السماء بتبكي على اي مؤمن عادي، بس على الحسين لا، لم يصح. بخليكم في جحر الحشرات وسيبكم من الحسين يا شويه عربجيه. حدثني احدهم عن ولده قال: خرج ولدي يوما فاصيب فرجع الينا فاذا بمجموعه من الزبانيه يدخلون علينا ويضربون الولد. يقول: وكانوا يكررون: من الخياله البيض الذين معكم؟ يقول: يا شيخ والله لا كان معهم خيول ولا رجال بيض الا ان تكون ملائكه من السماء. تكبير! الله أكبر.